مش عارف يا اخي، من ساعه ماتش نهائي دوري الابطال ما بين الاهلي والوداد وكل الاعلام الزملكاوي شغال على نغمه واحده، وهي ان الاهلي متاجل له ماتشات كتير وما ينفعش ماتشات كده تتاجل وتبوظوا الدوري وتاخروا الدوري وتعملوا الدوري. مع ان احنا اصلا لو حسبناها بالورقه والقلم كده نلاقي ان الاهلي اكتر فريق لعب ماتشات في افريقيا لحد ماتش النهائي بتاع دوري الابطال. يعني اكتر من الوداد واكتر من الترجي واكتر من الوداد من الرجاء واكتر من الزمالك واكتر من اي فريق في افريقيا لاعبين ماتشات. وبعدين يا حبيبي تعالى افكرك ان انت في 2020 لما ربنا نفخ في صورتك وقدرت تعدي من دور المجموعات وتوصل النهائي، ساعتها انسحبت من مباراه القمه قدام الاهلي ورفضت انك تلعب المباراه، قلت عشان انا عندي ماتشات مهمه في دوري الابطال. وساعتها طالبت بالغاء الدوري اصلا. يعني انت السنه الوحيده اللي تعدي فيها من دور المجموعات وتوصل النهائي كنت عايز تلغي الدوري خالص، تلغيه نهائي، ما تلعبش خالص في الدوري عشان انت خلاص عديت من دور المجموعات وهتوصل للنهائي. وجاي لي انا ورافض ان انا يتاجل لي ماتشات. يعني انا مش عارف انتوا الناس بتفكر ازاي اساسا. وكمان يعني انت عشان هتشارك في البطوله الافريقيه عايز القيد يتفتح لك مخصوص قبل ميعاده عشان تجيب صفقات جديده وتأيدها.